اتجبرت اسافر لوحدي الصحراء في نويبع، ودي سلسله بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الجزء 17. بكل بساطه انا ومنيه وانا متعوده اسافر لوحدي بره مصر، بس ما سافرتش لوحدي اجازه خالص. ونويبع مكان في سينا وسط الصحراء والجبال وما فيهوش نت قوي. ووصلت كامب عبده كاريبيان، هو تحسوا اننا في فيلم. الاوض عباره عن مثلثات ومربعات وكلها مصنوعه من خشب، ولا الاوض مش صغيره، دي خدعه بصريه. من جوه الاوض واسعه قوي والسقف عالي وليها حمامات برايفت، والاوض نظيفه جدا وبتبص على البحر، وكل اوضه ليها شخصيه مختلفه، ورايا الجبل وقدام البحر. بس انا قعدت في الاوضه البيضاء اللي تحسوها جايه من اليونان، والاهم الهاموك اللي متعلق في الهواء، ولو وقعت هتبص على الجنه ونعيمها. اول ما وصلت قررت اتغدى على البحر. هناك في الكامب بتفطر على البحر وبتتغدى وبتقول للشيف انت نفسك في ايه. اليوم الاول قررت فيه اني ما اقررش، ما اخدش اي قرارات واعيش. وعشان ما استحملتش الفكره فضلت الون واسمع اغاني، اي تشتيت عشان الهدوء كان خاضدني. يعني ايه راحه؟ يعني ايه تقعد هادي من غير ما يبقى وراك حاجه؟ احلى حاجه في الكامب ان كل يوم الشيف بيعمل اكله جديده. فطرت فطار خرافي واتغديت مكرونه وبانيه. السفر لوحدك بيعلمك تعتمد على نفسك وتحل مشاكلك. نزلت المدينه اشتري حاجتي بنفسي، ووقفت في سوق السمك انقي السمك والغدا بتاعي، وبقيت نسخه من ماما. كنت بفاصل مع الراجل واكتشفت ان الاكل ما فيهوش فصال. السفر لوحدك بيخليك تحس بالفلوس وانك لازم تعمل ميزانيه. لما رجعت اتعشينا بالسمك اللي جبناه. الشيف ابدع. المشترك في كل الايام اللي قعدتها ان ما بيعديش يوم غير وانا بكتب جورنالينج، بكتب كل حاجه، افكاري وقراراتي ومشاعري واهدافي وانا حاسه بايه، وهل ده انا فعلا ولا ده المجتمع. وفي حاجات استغنيت عنها ورميتها في البحر اللي قدامي، خصوصا اي فكره سلبيه او حاجه هتعطلني او تضايقني. اتعلمت اكلم نفسي بشكل كويس. تليفوني فاصل وروحي مشحونه، وقيمتك مش في انجازاتك، انت ليك قيمه حتى لو خدت فتره راحه. للاسف احنا عايشين في عالم بيمجد العناء وبننسى نعيش. اتعلمت ان اقدر اتنفس، واني مش بخاف من الكلاب، بقوا اصحابي قاعدين جنبي طول الوقت. الكلاب هنا اصحاب مكان مش مجرد ضيوف. ورابع يوم صحيت عملت يوجا على البحر. اليوجا من اكتر الحاجات اللي بتظبط النفس، وبتعرفني في انهي حته في جسمي في الم متخزن وفي الم محتاجه اطلعه، وبتخليني احرك جسمي. احنا في السفر طول الوقت قاعدين. خلصت يوجا وعملت ستروبري ماتشا. تخيلوا كم في الصحراء يبقى عندهم ماتشا وتعملوها بنفسكم على البحر كانكم في البيت. اتعلمت في السفريه دي ان بكره الحاجات السطحيه وبحب الحاجات اللي ليها معنى، اللي ليها فلسفه. وكان لما يجي الليل اطلع ابهرهم بصوتي في الغناء، يا حفلات كايروكي او اللي كان بيعمل موفي نايت. بس انا كنت بنام بدري الصراحه. خامس يوم كنت بس بقرا كتب طول اليوم. حسيت اني بقرب لاحسن نسخه من نفسي، تخطيت ترومه البحر والغرق ونزلت لوحدي. ولما الليل يجي كنت بعمل حفله غنائيه معزمها انا بس. في اليوم الاخير صحيت بدري عشان اقعد لوحدي اتفرج على الشروق. ويا جماعه الذكرى دي عمري ما انساها. فضلت ارقص مع موج البحر والشروق والهواء. سبحان الله على الجمال مش طبيعي. واقدر اقول ان سافرت بشخصيه ورجعت بشخصيه تانية تماما. اتوقع دي كانت اول مره اسمع صوتي فيها بوضوح. فبكل بساطه السفر لوحدك مش رفاهيه، ده جزء من نضجك في هذا العالم الساخن.